هؤلاء من يستحق أن يقال لهم عودوا إلى مصر، لا نريد شيئا. إنك إن تعش رجلا ولو في لعبة نصبناك على رأس المحبوبين وأقمنا قتاليتك حجة على كل من ينتقص. فلا يوجد قطرة عرق رأيتها جفت على وجه لاعب من لاعبي مصر حتى يقال عنه تخاذل، بل إنه ول120 دقيقة ترى منتخبا يجري للكرة والانتصار، وترى مدربا يقف عند الخط استكتر على نفسه جلوسا لتوان وكأنه اعتبره قلة مروءة تجاه بلده، بل لأنه رجل يحمل معه الأمان لشعب جميل يريد أن يفرح ولو من باب لعبة. ل4 مباريات لم يسقط نسقهم، أو أقول نسقنا، حتى يكون الضمير ملازما لبلد اعتبره ثاني موطن لي. خنقنا الكنغر حتى رأيته يريد الخروج بأقل الضرر، فتحمل عبء المباراة في كثير من الوقت، وكدنا نضربه في صميم كبريائه لو وفق ربيع في الرأسية، لكنه لكل حدث حديد وتعلمناها مع الوقت لتكتب الخواتيم مصرية خالصة. من لديه إمام لديه مفتاح الفوز ولو بعد حين. إنه من يمتلك عاشور جائزة له المخاطرة، وها أنا أفتيكم في شأن ذلك فلا تبحثوا من بعد عن الإجماع. رجل يلعب 1000 منصب ويوفق في جميعها، فإن خانتك كل الدنيا يا مصر فإن هذا الفتى لا يخون. ومن رأسية متقنة تسيد وبلده اللعبة قبل أن يضيعها هاني من بعد هدف عكسي ومرموش بإهداره لانفراد غريب. التاريخ يأتي لمصر على رجليه، لأنه يدرك أنها مهد للتاريخ ولو لم يكن ذلك في كرة القدم. ولما أوكل الشأن لضربات الترجيح وظنوا أننا نلعبها للحظ، خلفهم صلاح ببانينكا فندت القول الذي يقول ذلك، وصلاح عندنا ما فيش حاجة تهمنا، ما فيش حاجة تهمنا كما قال علي. تسلم البطن التي جابتك يا محمد، وتسلم البلد التي ربت صلاح. إلى اللقاء.